السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا يا جماعة أنا عملت صابون، بس اللقطة الأولانية ما جاتش لأن أصلا التليفون عندي اللي أنا بصور بيه كان فاصل شحن كهرباء. تمام. فقلت عشان ما اعطلش نفسي أشتغل على ما يشحن الكهرباء. فضيت العبوة. هنا عبوة كيس معجون وكيس بودرة. العبوة دي يا جماعة 30 جنيه. 30 جنيه اسمها بريمكس، بس جميلة بصراحة وبتوفر. انا بقى للأمانة مش بستعمله في المواعين، انا بستعمله في تلميع الارضيات، في تنظيف التواليت. عشان كده انا صريحة، وببقى صريحة مع المتابع بتاعي لان انا عندي حساسية من ضد اي صابون. فما بستعملش الا اللي هو الصابون الجراكن دي بتاعت الشركات. تمام. ده بقى بيوفر لي ان انا ما بحطش استعمل ده في التنظيف، ده للمواعين بس فقط لا غير. بس فانا هو اللي بيعمل 8 كيلو. تمام. فانا هنا فضيت الجركن ده، بس بعد ما دوبت المعجون مع البودرة. قعدت احط بقى دوبته خالص المعجون الاول مع البودره كده قبل ما احط ميه، وبعدين بقيت احط حبه ميه بحبه ميه، حبه ميه بحبه ميه، لغايه الجيركن ال4 كيلو ده ما خلص. تمام. هملاه بقى مره تانية واروح حطاه، وبعد كده اروح بقى سايباه لغايه ما الفقاقيع اللي على الوش دي تروح خالص. بروح جايبه قمع وبروح معبيه فين في الجيركن ده اللي هو بتاع الصابون، وعندي جيركن تاني برضو بعبيه. بس انا هخليهم بدل ما يبقى 8 كيلو انا هخليهم على 7 كيلو، وكده كده بيقعد مدة طويلة عندي. شوفي بقى 7 كيلو صابون لما بتنضفي منه كل يوم بتاخدي حبة، مش بناخد كتير يعني مثلا. بس ممكن جميل ازاي. ولما احط بقى الجيركن التاني بتاع المية هفضل برضو اقلب برضو لغاية ما السمك يبقى السمك برضو بعد ما بحط برضو الجيركن التاني ده لما بملاه، بس بنقص كيلو رتل مية منه، بيبقى برضو تقيل بنفس القوام لان هو معمول بصراحة جميل. هو بجد الشركة دي بتنزل الصابون ده حلو بصراحة ده ممكن تعملوا مشروع منه والله. والله ممكن تعملي منه مشروع وتعبيه في اكياس وتبيعيه لجيرانك لكده، يتباع وتوفري واعمليه بقى ونضفي بيه. انا في ناس جابوه لما قلت لهم عليه بيغسلوا بيه المواعين لان ايديهم بتستحمل، انما انا عندي حساسية ضد اي صابون. تمام. فانا بقى كده هترككم في رعاية الله وامنه واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.